فلازم على طول تحط هذه السمنة. واذا تبي حكوكة كثر زيت. الحين الربيان نحط شوية معجون، شيء بسيط جدا. ملح اسود نفس البهارات اللي حطيناها بالحشو راح نحطها مرة ثانية. طبعا لا ننسى اللومي والفلفل فعلوب نحطهم على كتف بس لا ينفجر عشان لا يصير لك الحار. كذي باقي الخضرة ونعطيها حمسة كذي خفيفة. الحين نضيف العيش تحريكة بسيطة، حرك العيش تحريكة بسيطة، نخلط المكونات بس مع بعض وبعدين نفرز العيش جذر عود على العيش بس يلا هذه، ونحط الماي لغاية ارتفاع سنتي تقريبا. هذا عيشنا جاهز. الحين نحط العشو فوقه عشان يشرب النكهة. 5 دقايق يكون جاهز. الحشو سكر عليه بنار هادية. اول شيء تشيل الحشو والفلفل على كتر وبعدين ننشف. هذا عيشنا جاهز وعلينا عليكم بالعافية. شوفوا الدقوس شو فاكر. هذا القوام اللي انا فيه. انت اللي طابخ طبيعي يكون ربيان راهي، مطعم يحط بالحبة. دقوس، قطع لومي اللي طبخناها، عشار طرشي، ربيان، شوية معبوج. يا إلهي ماذا جرى، يا للهول ماذا أرى.